اعطوني ابو فعول مشعلاني. اولا اشكركم على هذه الحلقه. بودي فقط ان اشيد بهذه الخطوه الحضاريه بالنسبه لضيفك ولجميع مثل هذه الافكار. نحن مشكلتنا اننا ما عدنا نفكر بصوت مرتفع كما يقال. بمعنى المجموعات التطوعيه في مثل هذه الحاله مكسب كبير للمجتمع. هذا الذي يحصل من اي شركه كانت ينبغي أن يؤسس له من خلال مجموعات تطوعية تطالب بصوت الآخر، وهذا مهم. وسأذكر لك بعض التجارب المهمة في هذا. نعم. في دول قريبة منا عندما يحصل مثل هذا من أي شركة كانت فإن مجموعات تتبنى رفع صوت لا أقول المظلوم لكن على الأقل المخطئ عليه. نعم. عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة. فهذا الجهد الفردي جهد مشكور ورائع جدا. النقطة الثانية وهذه مهمة أيضا، لا يمكن أن يجمع الناس على شيء ما لم يكونوا مستائين منه. بمعنى أنتم في تقاريركم الاتصالات الكثيرة، رسائل الاس التي تظهر على الشاشة، أظن أن نسبة 90% منها تؤكد عدم الرضا عن الأداء. بالتالي لا يمكن أن يجمع الناس على عدم الرضا ثم يخرج لنا من يقول أنتم مخطئون أو أن هناك عدم فهم لما يحصل من هذه الشركة أو تلك. فنقول هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثالث هو الشجاعة التي نطالب بها. إذا كان أعلى سلطة في البلد وبكل شجاعة يقول في بعض المواضع لابد من الشفافية والمحاسبة، نأتي نحن لشركة ونقول ينبغي أن لا يكون صوتنا بهذا القوة، هذا خطأ. جميل. أين الشركة؟ أين موقفها؟ أين هي من برنامجك الآن؟ نعم. أنا أتوقع أنه ليس هناك أي مسؤول في الشركة سيقبل أن يخرج ليرد على انتقادات الناس. نعم. أين هي؟ أتمنى من الشركة بإدارة الشكاوى والمخالفات فقط أن تظهر كم عدد الشكاوى والمخالفات التي قدمت في الشهر الماضي. نعم. أنا بين يدي أرقام لكن ليست مخولا وربما لا تكون رسمية لكنها مفزعة. نعم. مفزعة جدا. قمت بجهد فردي أيضا وهو طلب في عدد من المواقع أصحاب الأرقام الذين أخطئ عليهم. صدقني أنني جمعت ما يربو على 1000 رقم. 1000 رقم. 1000 رقم. 1000 هذا جمع شخصي. وقدمت بعض هذه الأرقام وطالبت أصحابها أن يتصلوا، وبعضهم وعندي ما يثبت بعضهم خفض مبلغه من مبلغ إلى مبلغ أقل. نعم. طيب في إشارة واضحة إلى عدم مصداقية المبلغ الأول. يعني خطأ. لو لم يطالبوا معنى ذلك أنه سيدخل في حساب، وبالتالي فنحن نقول أنه مجرد دخوله في حساب الشركة خطأ لا يمكن أن يقبل نظاما. نعم. وهو ظلم لهذا المواطن. أمر أخير أو ما قبل الأخير إذا سمحت لي، وهو موقف هيئة الاتصالات أيضا. نعم. ينبغي أن لا يغفل هذا الموقف. أين موقف هيئة الاتصالات؟ نعم. أين التصدي لحق المواطن؟ أين المطالبة بالشفافية؟ لا يكفي فقط، وربما ضيفك عنده معلومات أكثر مني، لا يكفي فقط نشر القوائم المالية. هذا مطبق في كل مكان الآن، حتى شركات الأهلية وشركات العوائل تنشر قوائمها المالية، فهذا ليس مكسبا. الحقيقة نحن نطالب بما هو أعظم من هذا في الشفافية والإيضاح. الموقف القانوني مهم. جميل. أتمنى كمنبرة مجموعات تطوعية يمثلها ضيفك الكريم أن تنبري مجموعات قانونية ترفع دعاوى بأسماء المتضررين. جميل. دكتور فهد، جميل هو طرحك، ولكن اسمح لي بهذا السؤال. ما رأيك في ما تحدث عنه الضيف في بداية الحلقة أو في منتصفها عن الجهات الإعلامية وتحديدا الصحف والتي ترتبط بإعلانات مع الشركات، سواء كانت شركة الاتصالات السعودية أو غيرها من الشركات طبعا؟ ألا يعتبر هذا إخلال بالأمانة الإعلامية؟ ضيفك قال بأن شخصا ما قال له هذا الكلام. الحقيقة أنا أقول ليس شخصا ما، هو كتب في بعض الصحف. هذا كتب، والصحف تقول بأن هناك مصالح مشتركة بينها مثلا وبين شركات معينة، بينها وبين البنوك. فبالتالي تراعي هذا الجانب. ليست قضية سر، يعني ليس شخص قال للضيف. هذا كتب في مقالات معينة نزلت في الصحف. جميل. هل هو ما نريد أو ليس ما نريد؟ الحقيقة أنا وأنت باعتبارنا الوطني نقول أننا لا نتمنى هذا، لكنه موجود مع الأسف. مع الأسف. دكتور فهد، ألف شكر.